الله، مفيش احلى من ريحه رمضان. يا سلام يا سلام على نسايم رمضان. ومفيش احلى ولا اطعم من كوبايه قمر الدين بتاعت ستي الله يرحمها، ولا الطواجن اللي طعمها يجنن، واحد يشمر كده ويخش جواها. فعلا بجد رمضان مفيش احلى منه. مفيش احلى من رمضان ولمة رمضان وعيلة رمضان. وسلام بقى كمان لو نفتكر رمضان زمان، ايام الفوازير وشريهان ونيلي وعمو فؤاد، ونفتكر مسلسل رأفت الهجان اللي كانت بتضحكنا يوم وتعيطنا يوم. فعلا بجد مفيش احلى من رمضان. رمضان بالنسبه لي لما جيت اكتب كده في ورقه لقيته مليان ذكريات كده وحاجات حلوه، حاجات جميله، حاجات حلوه، وناس ممكن اكون طول السنه ما بشوفهاش وبشوفها بس في رمضان. طعم حلو، ريحه حلوه، ناس حلوه، ناس بتضحك، كل حاجه فيه حلو. بس انا لما فكرت كده مع نفسي انا عايز اعمل سيمبولايز كده رمضان، عايز احط له سيمبول كده. ايه هو رمضان؟ لقيت رمضان بالنسبه لي هو آلة. آلة. هو اسمه رمضان بالنسبه لي اسمه آلة لتحقيق الاحلام. الآلة بتاعتي اول من يوم 1 رمضان بفتح الباب، بدخل فيها، افضل استلم ال30 يوم دعاء. بس امسك حاجه معينه في حياتي قرفاني في عيشتي وافضل ادعي عليها، يا رب يا رب اعملها، يا رب تتسوى، يا رب يا رب يا رب. يخلص ال30 يوم، افتح الباب، اخرج، الاقي الحاجه اتحققت. as much as simple. بالنسبه لي كان اول تحدي في حياتي يا رب انجح في ثانويه عامه واجيب تقدير كويس ولا حاجه كويسه عشان بابا وماما. الحمد لله جبت 99.9. يا رب اتخرج من صيدله واجيب تقدير، الحمد لله جيد جدا مع المرتبه وال20 على الدفعه. بس كان اصعب تحدي في حياتي واصعب دعاء في حياتي لما جه عليا رمضان وماما ممدده جنبي على السرير في المستشفى وانا جنبها، يا رب ماما تخف من سرطان. الكلام ده كان من 10 سنين. كان الدكاتره بيقولوا يا هي ونصيبها، يا تنجو يا ما تنجوش. طب ايه الحل؟ لا هي ونصيبها. طب اعمل ايه يا رب؟ اروح فين؟ اجي منين يعني؟ ابعت اجيب دواء من بره؟ لا هي ونصيبها. طب خلاص هدخل الآلة بتاعتي واقعد ادعي جنبها. يلا يا ماما حبيبتي، اقعد اضحك وزغزغ معاها واتكلم معاها وافتح مصحفي واقعد اعيط وهي مش واخده بالها. يا رب يا رب اشفيها، يا رب خليها لي، يا رب انا محتاجاها جدا في الفتره اللي جايه، اخواتي لسه صغيرين احنا محتاجينها يا رب. والحمد لله خلص رمضان وجا علينا العيد والدكتور قال لنا الحمد لله ماما بتخف. الكلام ده كان من 10 سنين فاتوا والحمد لله ماما معانا الحمد لله. خلصت موضوع ماما. يا رب اتجوز، اتجوزت. يا رب اخلف، خلفت. الحمد لله. رمضان بالنسبه لي الآلة بتاعتي عمرها ما كسفتني. كل مره ادخل الآلة اخرج منها انا انسان جديد، انا كل حاجه اقدر اعملها ايوه هعملها. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله رمضان السنه دي يا رب كل اللي انا بدعيه دلوقتي في الآلة بتاعتي يتحقق ان شاء الله بعد رمضان. اوعوا حد فيكم يفوت رمضان من غير ما يخش الآلة بتاعته ويجتهد ال30 يوم وخاصه اخر 10 ايام ويخرج وكله تفاؤل، وان شاء الله باذن الله كل حاجه هتتحقق.